قولي لي ايه اللي حصل بالظبط مع عامر ابنك؟ بسبب اطفال يا قلب امك، بسبب اطفال، بسبب اطفال وعيال عمه اتكتر عليه وموتوه. وانا ما كنتش متوقعه اللي هم هيعملوا في ولاد في ابن عمهم كده. عيال عمه لزم؟ ايوه، الاتنين اخوات. الاتنين اخوات؟ الاتنين اخوات. وبسبب مرات اخوهم هي اللي سخنت الدنيا بسبب الاطفال. والواد اللي اتخانقوا معاه كان تعبان، عيل مريض تعبان اللي هو الصغير. تمام. انا برضو الزوجه تحكي لنا، احكي لي ايه اللي حصل بالظبط من ساعه ما عامر ما جه، ايه اللي حصل اول حاجه بالظبط؟ خالص حصلت كانت خناقه اطفال يعني. تمام. كانت في الشارع وكان في رمضان وقاعدين يفرقعوا صواريخ، وابن اخته كان قاعد على العجله الصغيره. ام اخته كانت نازله من فوق، ومرات اللي قالت دوت في الشارع بتقول لها في ايه يا شروق، وهي دي تقول لها في ايه يا ايمان. راحت اخت جوزي ضربت ابني وضربت ابنها عشان تكسر الشر، وقالت ايه وصالحنا وما فيش اي حاجه، ولموا الدور ولموا الموضوع. قام جت بتقول انا مش هسكت، اللي هي مرات القاتل دي. تمام. بنقول لها ليه مش هتسكتي على ده كله؟ راحت المهم عمتي قالت لها طب ما انت عضتيها يا ايمان، جايه بتتكلم حضرتك. المهم لموا الدنيا وبتاع واتصالحوا وما فيش حاجه. جينا بالليل قبل الموتة بيوم، قبل الجريمه بيوم، شربنا الشاي وبصت على راسها وصالحنا وقلت لها كل سنه وانت طيبه ما فيش حاجه. وجه ابن عمه بالليل قاعد يشتم في جوزي وبهدله في الشارع، وبرده طلع في البيت. وجه عمه راح مصالحهم عن بعضهم، وبعد ما صالحوا وشربوا شاي تاني يوم انا نازله اجيب الفطار الصبح. استغفر الله العظيم يا رب. مرات ابن عمه دي، مرات القاتل. أيوة مرات تمام. اخوه، مرات اخوه اللي قاتل، مقابلاني وانا في الشارع. انا واقفه هي واقفه في البلكونه وانا رايحه اجيب الاكل. بقول لها يا ايمان صباح الخير، بتقول لي صباح النور. عمه القاتل ديت كانت معانا في الشارع تحت، جايه بنصبح عليها بتقول لها ده انا مش قادره اتكلم. قالت لها ليك حق ما تتكلميش، ما انت قعدتوا تشلقوا لبعض في الشارع اللي هي الحريم. اما انا قلت لها خلاص يا امان كل سنه وانت طيبه، وده ايام مفترجه، كفايه الشبكه هتمسك في بعض بالليل واصطلحوا وما فيش اي حاجه. انت دلوقتي يا امان عايزه ايه؟ خلاص يا حبيبتي احنا في ايام مفترجه وخايفه على جوزك. قالت لي لو انت خايفه على جوزك او خايفه على اهل جوزك انا مش هدخل حد منهم، انا هجيب اهلي وهم هياخدوا حق. قلنا لها يا بنت هياخدوا حقك في ايه؟ طب ما احنا صالحنا وما فيش اي حاجه، انت عايزه ايه يا ايمان؟ قلبي ده كان مقبوض. قلت لها في واحد هيروح منهم النهارده يا ايمان، يا ايمان صلى على النبي يا ايمان، ما فيش حاجه اللي انت عاملاه ده كله. قالت لا انا مش هسيب حقي، انا هجيب اهلي وهم هياخدوا حقي. تمام. المهم سكتنا، جينا قبل المغرب بربع ساعه. ده وقت الجريمه؟ وقت الجريمه بقى. تمام. كان جوزي جه، ببص على جوزي من بين السلم لقيتهم واقفين، لقيت ابن عمه دوت قلع الفلينه وراح واقف بيقول له انا يا محمد ما كنت الساعه دي خناقه. يعني جوزي ما كانش موجود خالص نهائي، ولا في دي ولا في دي. جه امبارح بيشتكوا له راح شرب الشاي ومش عارفه ايه، وراح قال له لامه ما تنزليش اختي بقى له اخت الشارع عشان ولاد عمي، عشان ما يحصلش زعل، احنا صالحنا وما فيش اي حاجه، وعشان الحريم ما تمسكش ببعض. قالت له ماشي يا ابني. جه قبل الفطار بربع ساعه يا حبيبي الدور التحتاني اللي هو بتاعهم هما، لقيت ابن عمه ومرات ابن عمه ديت لقيتهم واقفين على السلم. في ايه يا فارس؟ قال لي خش ياما ما فيش حاجه. جه ابن عمه اللي قتل جوزي قال لي خش ما فيش حاجه، ده احنا عايزين عامر في كلمتين فوق. جوه هو طالع جاي ابص برضه وراح قال لي خش يا ماما. راح ادى ابنه كيس العصير وقال له خد يا فارس ادي امك تعمل عصير وخليها يا حبيبي تحط الاكل. كان صايم يا حبيبي وجاي من شقه وجاي من على اكل عيش، وخلي امك تحط الاكل يا فارس. وانا جاي ما كملناش لقينا الصوات. ببص كده جاي افتح الباب بقول يا ولد يا فارس في ايه؟ هو ولاد عمك مسكوا في ابوك؟ ببص كده لقيت مراته عظمه كبيره كده راحت واقفه، راحت ماسكه راحت قايله له جوه وقافله الباب عليا. قالت لي لو طلعت اموتك انت وعيالك. المهم قعدت اصوت من البلكونه عشان حد ينجدنا، ما هم اتنين على واحد، وكانوا مبنجين وكمان وضاربين على دماغه وغزينه مرتين، يعني مات متشنيع ما ترضيش ربنا ولا ترضى حد. ببص لما بقول لابن عمه طب فين جوزي؟ من جوزي راح قال لي في الشارع. نزلت الشارع لقيت جوزي مدبوح، يعني منزلينه من على السطح ورامينه في الشارع، ولقيته مدبوح جوزي ميت موت عشان ما رضيش ربنا. وعياله من ساعه معاه 3 اطفال، واحد في سنه 5 وواحد في سنه 3 وواحد عنده 5 سنين.
من ساعة ما شافوا الحالة بتاعت أبوهم وهو مقتول في الشارع والعيال نفسيتها تحت الصفر. ابن الكبير جات له حالة نفسية وبقى يصرخ ويعمل، وديناه عند خالاته يعالجوه. ابن عنده 5 سنين اسمه فارس. لما ربنا يعلم بنا ان ذبحونا وخربوا بيتنا ودمروا عيالنا ويتموا 3 اطفال، وهو اللي كان بيصرف علينا وهو اللي كان فاتح لنا بيتنا. ذبحونا من كل يمه ومش مادين غدر اللي هم اولاد عمو الشقه يقتلوه ويعملوا في كده. ده حرام وده الظلم اللي هم عملوا فيه. يعني يبنجوه ويضربوا على نافوخه ويموتوه ويغزوا غزتين كمان يعني متشنيعه، ومغطيينه بالبروفه تانيينه كده ومغطينه عشان الضربه اللي على دماغه دي ما تبانش، وجايبين فلينات وحاجات ما هم فضلوا مصارينه، جايبين فلينات وحاجات راحوا ربطوا بطنه وراحوا عاملينها بالحزام. انا ما قعدت اصوت لغايه ما جات لي حاله قالوا لي ده مغمى عليه. الحكومه بالمستشفى في ايه في ايه في ايه؟ قلت لهم ده خناقه ما كنتش قادره اقاوم ولا قادره اتكلم. راح قالوا ده مغمى عليه، وهو جوزي نزل من على السطح ميت يا حبيبي، وشاب عنده 32 سنه سايب 3 عيال وبيتنا اتخرب واتدمرنا واتبهدلنا واتشحططنا من بعديه. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. انا عايزه العداله تاخد حق جوزي، عايزه ربنا قبل الكل يقف معايا والعداله وصوتي يوصل لاعلى درجه عشان حق جوزي يجي. سايب لي 3 اطفال في رقبتي. حسب الله ونعم الوكيل. زي ما دمرونا ربنا ان شاء الله هو جوزي بيموت هم هيموتوا 100 موت. اكيد العداله. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عايزه حق جوزي، عايزه العداله تاخد لي حق جوزي، وعايزه ربنا يقف معانا. ده اللي انا اقدر اقوله. احنا مالناش الا ربنا، احنا غلابه. وكان سيرته زي العسل، كبير وصغير بقى يعيط عليه ويقولوا عامر عامر. سيرته في الشارع كبير وصغير كان يلعب ويضحك ويهزر معاه وعمره ما عمل حاجه وحشه. والناس تضحك وتهزر معاه. المسيحيين والمسلمين بيعيطوا ويصرخوا عليه وتصلى عليه جنازتين. المسيحيين كانوا يخشوا. احنا عايزين حق جوزنا والنبي العداله تقف معانا وربنا. معانا برضه والد المجني عليه. احكي لي حاجه، اول ما جيت شفت ابنك تحت دمه ايه اللي حصل بالظبط؟ انا يا قلب امك ما شفتش دم. انا اللي ساعه اما طلعت كده وبكلم الواد لقيته ماسك الازازه والبتاع الرخامه ديت، انا قلت هديه، ولاقيه التاني ماسك حاجه سودا بحسبها كهربا، اتاريه ده رش. قلت هديه عشان ما يهجوش على ابني الاتنين. بعدين جه محمد ابني ابوه من فوق شايف العيال عماله تجري ورا الواد، وهو يا عيني راجل كبير. صح الواد اخوه عنده 18 سنه، بيجي الساعه 4 بالليل من شغله، شغال في شارع البحر، واحنا اساسا فكانيه في مساكن الشيلتون وسيرتنا حلوه وكل الناس سكان وحكومه وكل الناس عارفانا اللي احنا كويسين ومش بتوع مشاكل. طلعت من على السلم دوت اما لقيت الواد ماسك الازازه، بقول له طب ابن عمك يا حبيبي ليه كده؟ والرخامه الاتنين في ايديه. خايفه اجري على ابني الحقهم التاني يروحوا جاريين عليه مموتينه. لما اديت ظهري لابني اتاري التاني رشله البتاع في عينه، وانا ما اعرفش اللي هو بنج دوت ولا ايه، وراح غزه. وابني بقى يلف حوالين نفسه. اخوه يعني بيجري على اخوه، راح التاني جري وهو بيجري على ابني بالعصايه ديت، راح مديله على دماغه على اللي هو مات عامر الكبير. راح ده راح مديله على دماغه وفي رخامه وجاي على محمد عايز يديله على دماغه. رحت مصوته، راح محمد قاعد وعمل ايديه الاتنين كده، راحت العصايه نزلت على ايد محمد. وعيالي مش بتوع مشاكل. اخيرا يا امي بتطالب بايه؟ انت كأم بتطالب بايه؟ انا عايزه حق ابني، عايزه حق ابني تعدموه زي ما حرق قلبي قلب امه يتحرق عليه. انا ماليش غير ربنا وابني وجوزي، وظهرنا اتقطم. ربنا كان سند ظهرنا اتقطم كده، ظهرنا اتقطم. حسب الله ونعم الوكيل. ومعاه 3 عيال واحنا معانا الستر. احنا ناس مش بتوع مشاكل. اخيرا يا امي لو توجهي رساله دلوقتي لعامر تقول له ايه؟ اقول له الله يرحمك يا ابني، وحقه يجيله، وحق ربنا مش هيسيب حقك يا قلب امك. الناس الكويسه مش هتسيب حقك يا حبيبي، والعداله مش هتسيب حقك يا قلب امك. وحقه يجي عشان خدوه غدر وهو صايم وجاي من اكل عيشه. طول عمره هو شقيان على عياله وفتح. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل في ابني كده. مع حد والكبير الصغير بيقف. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ليه عملوا في كده؟ حسب الله ونعم الوكيل. اخيرا توجهي لعامر رساله تقول له ايه؟ اقول له ربنا يرحمك ويسامحك كلنا يا رب.
وعايزين العداله وعايزين الشنق ليهم. ده اللي انا عايزينه، انا عايزاهم يتحاسبوا، ده اللي هيبرد لنا شويه، وعايزه احقق عيالي. وانا اتصلت بامه، اتصلت بقى بسلف الكبير، اتصلت بامه وبسلف الكبير وبقول لهم ابعدوا عيالكم بعيد ابني مش بتاع مشاكل، خلوا مرات ابنكم دي تبعد بعيد عننا، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حماية رن على ابوه وقال له تعالى حوش عيالك عشان الشباب بتتخانق مع بعض ماسكين في عام. قال له خليهم يموتوا بعض، يكشوا يموتوا بعض. امام الجامع ده ابوه اللي الكبير اللي هو بيصلي شغال في جامع بيقول يا رب يموتوا بعض امام الجامع. وانا عايزه ربنا ياخد حق جوزي، وعايزه العداله تقف معانا احنا ولايه وغلابه، ما بنامش يا قلب مالناش حد الا ربنا، وربنا ما بنام، وحق الايام المفترجه وغلاوه ابني عندي ما بنام، ولا والله ولا بننام ولا بناكل ولا بنشرب ولا عارفين نعيش. وابوه طلع النهارده عشان يجيب لنا اكل، والله احنا في كابوس، احنا بص ربنا اللي يعلم يعني بينا، احنا في كابوس زي ما كنا كابوس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مصدقين اللي عامر راح مننا كبير وصغير. الناس بتقول لا ده عامر ما ماتش، ده عامر عايش كبير وصغير ومسلم ومسيحي، كان بيعيط ويصرخ عليه. انا كنت بتمناه من ربنا على اخواته البنات، خدوه مني بس راح للي احسن مني، بس ربنا يجيب له حق. كنا بنقول يا رب واسال راح للي احسن مني يا رب، وانت تجيب لي حق يا رب. اكيد ده كان لقائنا مع اسره المجني.